اهلا بيكم معايا. انا ايه سلوى، وده بودكاست نقطة ومن اول السطر. ولسه مكملة معاكم سلسلة مواقف يومية، وحلقة النهاردة بعنوان معلش، هو انا اسمي ايه؟ مع مرور الوقت وكل ما بنكبر بنتغير، شكلنا بيتغير، طباعنا بتتغير، حتى قدرتنا على التحمل برضو بتتغير. باختصار كل حاجة فينا وحوالينا بتتغير، وده طبيعي ومقبول. بس اللي مش طبيعي بقى واللي مش مقبول إن أسامينا كمان تتغير. ده اللي مش قادرة ولا هقدر أفهمه ولا تقبله. وإحنا صغيرين بنتنده بأسامينا طول الوقت، بنسمع أسامينا طول الوقت. في الأول بيندهونا بيها علشان نعرف إحنا مين، وبعدين نتعود عليها ونبدأ حياتنا اللي أول خطوة فيها هي اسمنا. بنكون علاقات، صداقات، نجاحات وإخفاقات. كل باب في حياتنا مفتاحه الأول هو اسمنا اللي هو أول هدية من أهالينا لينا. اسمنا اللي بيقولوا إن كل واحد فينا له نصيب منه. علشان كده بيبقى الأب والأم حريصين جدا إنهم يختاروا أسماء لأولادهم بتحمل معاني جميلة وليها أصل طيب، ويجوا بعد كل ده وياخدوه مننا. يوم مش عادي جدا ومش زي أي يوم. النهاردة الصبح بدري رحت علشان أجدد البطاقة بتاعتي، ولأني عايشة خارج مصر فبستغل وقت الأجازة علشان أجدد أوراقي. الموضوع بالنسبة لي كان صعب شوية، وعشان كده كنت محتاجة حد يساعدني. والحمد لله لبنى أختي كانت معايا، وعلى الرغم من إنها أصغر مني وبكتير إلا إنها كانت واخدة بالها مني طول اليوم، وهي اللي بتقولي أعمل إيه وأعمله إزاي. ومش بس كده، لأ، دي كمان كانت مستحملة عصبيتي. والصراحة من غيرها يمكن ما كنتش عرفت أجدد البطاقة في اليوم اللي مش عادي ده. شكرا يا لبنى. وبغض النظر عن إن اليوم بدأ بإن الكلاب طلعت تجري ورانا أول ما نزلنا الشارع لسبب غير معلوم، والحقيقة إن لولا شجاعة لبنى برضو أنا مش عارفة كان زماني فين دلوقتي. بجد شكرا يا لبنى. وبغض النظر برضو عن الإجراءات والانتظار والمئة حاجة المطلوبة بدون سبب واضح، المهم وصلنا للحظة اللي هملة فيها الاستمارة وأول سؤال الاسم، اسمي. واللحظة لقيتني مترددة وبفكر أكتب إيه. مش معقول نسيت اسمي يعني؟ طيب أنا لسه قبلها اتلخبطت في رقم الشقة، يجوز بتحصل، لكن اسمي؟ هي كانت لحظة. المهم مليت الاستمارة وخلصت كل الأوراق والحمد لله استلمت البطاقة. وفي زحمة اليوم نسيت الموضوع ولا فكرت فيه ولا قلت لحد عليه، لغاية ما خلصت الأجازة وسافرت ورجعت تاني للروتين. وفي يوم عادي بجد بقى افتكرت الموضوع ده واستغربت جدا. أصل دي ما كانتش أول مرة تحصل لي إني أتردد في اسمي. إزاي؟ يعني إيه الواحد يتردد ويحتار في سؤال زي ده؟ الحيرة بتيجي لما الواحد يختار من بين أكتر من حاجة. يعني إيه؟ ده اسمي، فين الحيرة والاختيار هنا؟ هو أنا ليا 100 اسم يعني؟ نعم، الحقيقة ليا أكتر من اسم، قصدي ليا أكتر من لقب. وأنا هنا بتكلم عن المرأة بالذات، كل شوية يمنحوها اللقب جديد. أول ما البنت تعدي مرحلة الطفولة يلقبوها بالآنسة، وبمجرد ما تتجوز تلقب بالمدام، ولو انفصلت بتبقى المطلقة، ولو جوزها توفى بتبقى الأرملة، ولو لسه ما اتجوزتش وعدت سن معين بتلقب باللقب محبش أقوله. هو احنا ليه بقى عندنا خلط بين الاسم والنوع والحالة الاجتماعية؟ ليه التلاتة دول ساحوا على بعض كده؟ ونرجع بقى للمرأة المتزوجة، أصل دي بتاخد ألقاب كتير قوي طول حياتها، لدرجة إن في أزواج لما بيتكلموا عن زوجاتهم بيقولوا عليهم المدام وبس، أصلها ملهاش اسم. وبالتالي الناس المحيطين بيها والأهل والقرايب بيلقبوها هم كمان بمدام فلان. وفي أزواج بتنده لزوجاتهم بأساميهم هم،
يعني عادي جدا تلاقي واحدة اسمها إبراهيم، عبد العال. وبعض الأزواج بقى تلاقيهم ما بيندهوش لزوجاتهم بأي حاجة، تلاقيه بيكلمها بدون هوية، لا اسم ولا لقب حتى. تلاقيه كده أحيانا بيتحرك حركات مش مفهومة بطريقة عشوائية في البيت، وتكتشف الزوجة اللي من غير هوية دي بقدراتها الخارقة إنه بيدور على حاجة، فتلاقيه بيقول لها: ياه، هو فين لا هو عارف هي مين ولا هي عارفة هو بيدور على ايه. والمفروض بقى البني آدمة اللي من غير هوية دي تساعده يلاقي الشيء اللي ملهوش هوية ده. والعجيب إنها بتنجح في ده برضه. مش قلتلكم امرأة خارقة؟ وفي بعض الأزواج بيحترموا زوجاتهم جدا الحقيقة، فبيلقبوها بلقب هانم طول اليوم. عملتي ايه يا هانم؟ رايحة فين يا هانم؟ خلصتي الأكل يا هانم؟ فين فردة الشراب يا هانم؟ احترام الحقيقة. وساعات الهانم بتبقى ست هانم، تأكيد على نوعها، ما يضرش برضو. وأحيانا ست البيت، أي لقب وخلاص، المهم ما ينطقش اسمها. وفي بقى أزواج تفوقوا على الجميع، تلاقيهم بيخاطبوا الزوجة بصفة الجمع، فبيلقبوها بالجماعة. هو حقيقي احنا حجمنا زاد شوية، بس مش لدرجة اننا نبقى جماعة يا جماعة. وفي بعض الأزواج والأهل والقرايب لما الزوجة ربنا يكرمها وتخلف بيلقبوها بأسماء أولادها، فبتبقى أم مريم، أم محمد، أم الأولاد، أو أم العيال. عادي جدا، ولاد مين وعيال مين ده مش موضوعنا خالص. وفي بعض الأزواج اللي بيلقبوا زوجاتهم بألقاب تانية مش هقدر أقولها. وعلشان ما بقاش بتكلم في السلبيات وبس، ناخد شوية إيجابيات. في نسبة من الأزواج ما زالت بتنده لزوجاتها بأسمائها، لا وإيه، وساعات بيدلعوهم كمان، وأحيانا برضو بيلقبوهم بس بألقاب تانية خالص، زي حبيبتي، روحي، قلبي، حياتي، دنيتي، مراتي الغالية، أم أولادي أو أم عيالي. مش أم الأولاد أو أم العيال، مش أي ولاد وعيال وخلاص. بس دي نسبة محدودة جدا، ويا رب ما تنقرضش. ويجوا بقى أولاد الأخ والأخت ويلقبوها هم كمان، هيسيبوها يعني من غير لقب؟ لا، ما يصحش. فبتبقى خالته، عمته، طنط، أبلة، وتيتا من غير اسم. وزملاء العمل هم كمان الأستاذة، الزميلة، الأخت الفاضلة، الست اللي قاعدة في آخر المكتب، الست اللي لابسة طرحة حمراء في الدور التاني والجيران والمعارف، حرم البشمهندس، حرم الأستاذ، الست اللي في شقة 9، ست الكل، الغالية بنت الغالية. ألقاب ألقاب ألقاب، لدرجة إن في ستات لو اتندهوا بأساميهم ما بيردوش، بيستغربوا ويتخضوا يا عيني، بيحسوا إن في حاجة غلط، وساعات بيعتبروها قلة احترام، فبيقولوا لك: بتندهني باسمي كده حاف؟ شفتوا عملتوا فينا ايه؟ ألقاب من غير أسامينا. طب ازاي تمحوا أسامينا خالص كده؟ ويمر العمر ونتغير أكتر لغاية ما نحصل على لقب الحجة. وده مش علشان ربنا كرمنا وأنعم علينا بالحج، لا 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 أبدا، ده لقب بيدل على إننا خلاص كبرنا وعجزنا، اتغيرنا وما بقاش عندنا قدرة نتحمل أكتر من كده. كفاية بقى ألقاب، خليتونا نسينا أسامينا. هو مين اللي قال إن اسم المرأة عورة؟ يعني إيه تلغوا أسامينا وتدونا بدلها 100 لقب؟ أنا ما عنديش أي مانع إني أكون أي لقب في الدنيا، بس اسمي يكون بعد اللقب ده على طول. اللقب الوحيد اللي بتتوج بيه المرأة ويكفيها لوحده هو ماما، غير كده كلها ألقاب ملهاش معنى لو اسمي مش ملزوق فيها. بكفايانا بقى ألقاب. نداء عاجل إلى كل من بيده الأمر ولا يهمه، أرجوكم رجعونا أسامينا، رجعونا أسامينا قبل ما تدونا آخر لقب لينا في الدنيا، لقب المرحومة، وبرضه من غير اسمنا. ونقطة ومن أول السطر،
كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.